سريعا كده الماتش بكره وما فيش وقت. الاهلي والزمالك، الاهلي محتاج ايه من المباراه والزمالك محتاج ايه من المباراه؟ الاهلي داخل المباراه عنده مشاكل في غيابات زي محمد هاني، وده اللاعب العمده الغايب اللي غايب في النادي الاهلي. ليه؟ لان محمد هاني الباك رايت بتاع النادي الاهلي بقاله بتاع اكتر من 5 سنين. خلاص. فهو اللاعب الاساسي. مصر اصلا كلها ما فيهاش لعيبه باك رايت كتير. طيب البديل بتاعه ده هيوديك بقى للمشكله الثانيه. انت لما رحت تجيب بديل لمحمد هاني انت رحت جبت احمد عيد، اللي هو لعيب انت شايفه اصلا ما كانش بيلعب في المصري. فانت رحت جبت لي صفقه زي دي، جبتها لي بناء على ايه؟ فهتدلل على فشل في اختيارك للصفقات برضو يعني. انت برضو هترجع لحته الفشل الاداري في اختيار للصفقات زي عمرو الجزار. زي صفقات كتير النادي الاهلي جابها مش عارف يستفيد منها. ما انا جايب اللعيب ده ليه؟ عشان خاطر لما يحصل لي اصابه لعيب زي محمد هاني الاقي لعيب زي احمد عيد يشيل مكانه. طيب هل دي مشكلة تتحل؟ اه طبعا تتحل. ودي تتحل وتبين لك المدير الفني عبقري جدا لو قدر يستخدم الكلام ده. زي ايه؟ زي ان انا مثلا ارجع زيزو باك رايت. انا لو عرفت العب بزيزو باك رايت هيبقى المدير الفني ده عالمي جدا. وحط زيزو، انا شايف من وجهة نظري زيزو ما ينفعش يلعب في اي حتة غير في الباك رايت. هو نموذج للباك رايت. لعيب مش طويل، سريع، الاوفرات بتاعته 10 على 10 10 على 10. يحطها لك على راس اي فيرود جوه المنطقه. المشكله اللي هتحصل لما يهاجم انت تقدر تغطيها في عدم الارتداد بتاعه، واحده ورا الثانيه هتلاقيه رجع. خلاص. خصوصا نادي الزمالك مش نازل هيهاجمك من اول ماتش. ده نادي الزمالك هيبقى نازل واقف وراه مستني اللعب. هيبدا يلعب بقى كابتن معتمد جمال على الثغرات اللي هتبان في الدفاع عندك، وهو ذكي جدا في الحته دي. يعني بيعرف يشوف ان انت الفريق بتاعك مهاجم فمقدم خطوطك من ورا. فبيعرف يحط لك لعيب سريع ما بين السنتر باك يعمل لك دوشه. لعيب سريع ياخد كوره يروح مشوار يجيب جون يجيب ضربه جزاء يجيب فاول ينقل الفرقه. فكل دي مشاكل ممكن يتعرض لها النادي الاهلي لو يسترب ما قدرش المباراه بذكاء. هي اهم حاجه في المباراه ان هي تضرب بذكاء. طيب مش عايز زيزو، انا اقدر استفاد بلعيب زي حسين الشحات وكان ده مركزه الاساسي في الباك رايت. ما تقوليش بقى مروان عطيه يلعب باك شمال باك يمين. ما تقوليش اي لعيب تاني يلعب باك يمين. اه انت هتحطه اقف هنا دافع هاجم هتديله تعليمات، لكن هو في الاخر هيقدر ينفذ؟ لا. الاثنين اللي يقدروا ينفذوا لك الشغل ده زيزو وحسين الشحات. غير كده يبقى انت بتعمل اي حاجه. ماشي. نيجي على حته بتاع اللي قدام الحته الهجوميه. الاهلي مع يستروب بدأ يستروب مع النادي الاهلي بطريقه كانت عظيمه جدا، وهي السويتشات اللي بتحصل ما بين الوينجات وما بين لعيبه نص الملعب. يعني لعيب نص الملعب لعيب الوينج بينزل على نص الملعب بيفتح الخط. فبيحصل ان بيسقط مكانه محمد بن رمضان، مروان عطيه، ديانج، اليو ديانج. عشان كده كان اليو ديانج في بدايه الموسم كان نجم جدا، وكانت لعيبه وكان جمهور النادي الاهلي بيشيد بيه جدا بسبب التريكات دي. طيب دلوقتي الحته دي خلاص كله هرشها، كل الفرق هرشتها. البديل انا لحد دلوقتي شايف ان يستروب ما عندوش غير كانت هي التريكات دي. طب لعيبه الاهلي ما يطلعش منها غير هي التريكات دي؟ لا، لعيبه الاهلي يطلع منها شغل كتير جدا، شغل كتير جدا. بس هو الراجل يبدا يقول معاهم ويبدا يشتغل معاهم، والا ما عندهوش يمشي ويجي مدير فني على مستوى اللعيبه دي. لكن هتجيب كل الاخطاء على المدير الفني؟ ده مش حقيقي. المدير الفني عنده اخطاء كتيره جدا، لكن اللعيبه تتحمل جزء. طيب اللعيبه دي بمزاجها؟ لا مش بمزاجها، لان اللعيبه دي كلها لسه جديده، معظمها لسه جديد. ففكره الانسجام اللي انت مش مديهم فيها، مش مدي للعيبه دي العذر فيها، صعبه جدا يعني. انت الفرقه كلها يعتبر جديده او 50% منها جديد. فانت اللعيبه دي عشان تنسجم مع اللعيبه دي محتاجه وقت، محتاجه مش اقل من موسم. طيب انت من بدايه الموسم غيرت 3 مديرين فنيين. ريبيرو جبت عماد النحاس جبت اهو في الاخر تروب. فاللعيبه دي عشان خاطر تبدا تقول مع بعض حاجه، عشان يبداوا بس يقولوا مع بعض حاجه مش عايزين اقل من سنه. طيب مدير فني جديد، مدير فني مش قديم، لسه الراجل بيتعرف على الفرقه بيتعرف على اللعيبه. مش فكره ان هو ما يعرفهمش ولا كسب بيهم، لا كسب بيهم كل حاجه. لكن هو استحاله يبقى عارف اللعيبه دي يطلع منها شغل عامل ازاي. زائد ان هو كمان عنده مشاكل في النادي. يعني النادي الاهلي كله عنده مشاكل، ودي واضحه جدا 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 ان النادي الاهلي كله فيه مشاكل. مش عارف انت المناخ الرياضي ده مش مناخ رياضي. المناخ ده كان موجود بالمناسبه في الزمالك ايام رئيس النادي بقى اللي انتوا عارفينه. كان موجود في الزمالك قله وجود المناخ الرياضي.
ودي كانت مشكله على فكره. الموضوع ده ما يفهموش غير الناس لعبه كوره. فكره ان انا جاي داخل النادي في مناخ كوره كده بتبقى طاغيه على المكان، اللي هو كل واحد ده كان بيتميز بقى على فكره النادي الاهلي، اللي هو كل واحد جاي هنا بيطلع اكتر حاجه عنده، لان انا في المكان المفروض اللي بساعده بياخد بطولات وفي نفس الوقت بيعلم من السي في بتاعي. فانت النادي الاهلي كان طول عمره هو الحته دي، يبقى اللعيب مثلا نص لبه في النادي الاهلي حتى، يعني من الناشئين، يبقى اللعيب انت عارف انه لو راح مثلا اي فرقه في الدوري المصري مش هيلعب، بس هو كان في الاهلي بيعمل حاجات كتير. وبدليل ان اللعيبه كتير، مثلا عندك محمد نجيب، محمد نجيب ده تقول له يعني انت بعقلك كده يروح اي حته؟ لا، ما يروحش اي حته. ولما خرج من النادي الاهلي مش عارف لعب له موسم في حته واعتزل، لكن هو في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان مناخه كبير، كان بياخد بطولات وكان بيشارك وكان بيعمل بطولات افريقيه كبيره. آه، عشان هو النادي الاهلي كان كده، النادي الاهلي هو ده مستواه اللي هيلعب فيه، حتى لو انت لعيب قليل النادي الاهلي يرفعك، يعلي منك كتير. الحته دي بقى مش موجوده دلوقتي، عندك لعيبه جامده جدا بس انت اللعيبه واخده النادي وعامله غطس. وده باين جدا في ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز النادي الاهلي خط الدفاع بتاعه ورا ضعيف جدا، ضعيف جدا. ياسين مرعي وياسر ابراهيم الاثنين دول مجرد ما بيشوفوا الفيرود بتاع الفرقه الثانيه او لون التيشيرت بتاع الفرقه الثانيه في نص ملعبهم وهم بيحضروا الكره من تحت، بتحصل له مشاكل كبيره جدا. يعني ياسر ابراهيم الماتش اللي فات طالع بالكره من تحت، طيب ايه اللي يخليني اباصي باصه زي دي للعيب زي فيستون مايل؟ يعني مين ضغط عليك عشان خاطر تطلع الكره زي دي؟ بس هم كده بيتربوا، بيحصل لهم ترب كبيره جدا لما بيشوفوا حد تيشيرت لابس التيشيرت بتاع الفريق الخصم في نص ملعبهم، لا بيعرفوا يطلعوا. وده باين جدا جدا ان دي حته عند المدير الفني، انت مش عارف تطلع بالكره من تحت، والمفروض ان انت قاري ان اللعيبه بتاعتك ضعيفه جدا ان هي تطلع بالكره من تحت، وبطيئه جدا لما بتطلع بيها حتى. يبقى على طول انا شايف بيراميدز بيضغط عليا عالي، يبقى المفروض على طول على نص واحد، على نص الملعب، واحاول انا اخد الثاني، اخد السكند بول. طيب في ماتش الزمالك، في ماتش الزمالك انت لو عملت الشغل ده معاه، انا اقدر اقول لك من دلوقتي مبروك على نادي الزمالك الماتش. ليه؟ لان نادي الزمالك عنده لعيب زي ناصر منسي بيضغط على قلوب الدفاع، ما بيسيبش لعيب في الملعب يلعب كرة براحته، بدليل ان اي لعيب خارج بالكرة من قلوب الدفاع هو ضاغط عليهم. طب الكرة عدته، اتلعبت على نص الملعب، هو بيفضل واقف معاهم، معلق نفسه معاهم، على اساس ان انا اللعيب اللي استلم من نص الملعب ده انا بقفل عليه زوايا التمرير بتاعت المدافعين خلاص. فلعيبه الزمالك اجريسيف جدا، مش هتتهاون في الماتش، لعيبه الزمالك مش هتتهاون في الماتش. كابتن معتمد جمال عنده مشاكل، عنده مشاكل، الحته بتاعت نص الملعب دي لسه فيها مشاكل، لسه اللعيبه مش قادره تنسجم مع بعض. الثنائيه بتاعت فتوح وعبد الله السعيد لسه عليها مشاكل دفاعيه كتير، رغم ان عبد الله السعيد بيرجع يدافع كويس جدا، لكن محمد شحاته لما بيلعب معاهم بيطلع عينه في الدفاع مكان احمد فتوح، والدور اللي المفروض يقوم باحمد فتوح. الحته دي يقدر يستغلها النادي الاهلي، ده بقى اللي هنشوفه في المباراه. يسترب ذكائه عامل ازاي، لعيبته عندها اصرار ما عندهاش. ففي حاجات كتير هتتجاوب في الماتش بتاع بكره. الزمالك لو كسب المباراه دي يبقى قدر يكسب المنافسين المباشرين بتوعه اللي هو الاهلي وبيراميدز، آه يفضل مكمل في المنافسه. البطوله اللي هتصالح الجماهير وتعوضهم كل المشاكل اللي حصلت من بدايه الموسم، ونقص الصفقات، اغلاق القيد، كل المشاكل اللي بتحصل وبنشوفها على السوشيال ميديا والفرقه عايشاها، كل ده الجمهور هيتصالح لو انت قدرت تاخد الدوري. الدوري يخص على فكره، الدوري يفرق عن اي بطوله تانية، لان الدوري انت بتنافس فيه الفرق اللي هي المنافسه المباشرين بتوعك اللي هو بيراميدز والنادي الاهلي. فانت لما تقدر تاخد منهم البطوله زي دي اللي هي البطوله الاقوى، فانت بتقول لهم وبتقول لجمهورك ان هم صرفوا وهم عملوا وهم استقطبوا لعيبه، وانا عندي مشاكل وعندي بس انا قدرت اخد منهم البطوله لان انا نادي الزمالك. فنادي الزمالك لو قدر ياخد البطوله دي هتبقى اصعب بطوله في تاريخ الدوري المصري فرقه خدتها لظروف الزمالك. يعني الاهلي ما حصلش معاه ظروف زي كده انه ياخد فيها البطوله، ما توقفلوش كده، ما عندوش فلوس، ما عندوش مشاكل اداريه، ما عندوش كل المشاكل اللي حاصله في نادي الزمالك دي ما حصلتش النادي في مصر وقدر ياخد بطوله. ده بالعكس، الانديه اللي بيحصل لها اقل من المشاكل دي بكتير، يعني 10% من مشاكل الزمالك دي كانت كفيله ان هي تطلع لك مبررات
وليه هنروح بعيد ليه؟ كان نادي الزمالك نفسه ايام المجالس السابقه لما كان بيحصل مشاكل اقل من كده بكتير، اقل من كده، كنا بنسمع انه ده عشان يا راجل ده مجرد الانتخابات، مجرد ان السنه دي هيبقى فيها انتخابات مثلا، كنا بنطلع اخر السنه نسمع انه عشان الانتخابات السنه دي انا ما خدتش بطوله، ولا انت ناسي؟ ف مجلس كابتن حسين لبيب بصراحه لو خد البطوله دي، مش ان هو هيبقى عظيم لا طبعا هو كده كده عظيم. كابتن مجلس كابتن حسين لبيب طبعا كده كده عظيم. الراجل ده جالك الفترة اللي فاتت، وانت كان جاي معين، خد لك بطولة وانت عندك كل المشاكل. فالراجل ده فيه ميزة حلوة قوي، هو كان لعيب سابق، فبيعرف يعمل لك مناخ رياضي جوه النادي، يخلي كل اللعيبة جاية مهما كان عندك مشاكل ومهما كان عندك ظروف صعبة، وكان عندك حاجات كتير، وكان عندك لعيب تالف زي شيكو بنزا مثلا، كل ده انت تقدر تحتويه طول ما انت راجل فاهم رياضه، وبتلعب رياضه للرياضه، وعايز تبسط جمهورك، وواعي جدا جدا للمكان اللي انت فيه. فكل ده مساعد كابتن حسين لبيب ان هو يعمل حاله حلوه جدا بمجلس ادارته. اه في ناس في مجالس الاداره عليهم مشاكل، ده هنبقى نجيلها بقى نهايه الموسم، لكن اوفر اول نادي الزمالك بيقدم فتره عظيمه جدا مع رئيس نادي عظيم جدا جدا جدا. حسين لبيب المشاكل اللي هو فيها اولا مش بتاعته، انت عارف ان هي مش بتاعته، بتاعت المجلس السابق وهو لبسها. يعني كابتن حسين لبيب ده بيحاسب على مشاريب هو ما شربهاش، هو ما كانش مش ما شربهاش، هو ما كانش قاعد القعده اصلا. هو مره واحده جه، انا داخل في ظروف صعبه في الزمالك، في قله فلوس، في قيد، في مش عارف ايه، ماشي انا هخش واحاول احل الازمات دي. لما دخل الراجل اكتشف انه لا، ده احنا اللي كنا بنسمعه في الاعلام اتضحك علينا بيه، ده احنا المشاكل جوه اضعاف اضعاف. ليه؟ لان انت عندك لحد النهارده رئيس نادي الزمالك السابق بيطلع يقول لك انا سايب النادي فيه فلوس وبشهاده الجميع، والوضع اللي في نادي الزمالك الحالي يقول لك ان الراجل ده سايب نادي الزمالك مديون لسنين جايه. اقول لك حاجه ادللك بيها عليها، المحلات اللي عند سوق اللي على النص، المحلات اللي على سور نادي الزمالك، شوف الناس دي المحلات دي دافعه فلوس ايجارات لحد امتى؟ ده في ناس دافعه لحد 20 سنه قدام ولا 10 سنين قدام. فانت المتنفس الوحيد اللي كان الراجل ده ممكن يشم نفسه منه، انت كتمت نفسه، وفي الاخر تطلع تقول لي الراجل ده عنده مشاكل. ما كل الناس عندها مشاكل، بس اللي يشتغل في الظروف دي ويعرف ينافس في بطوله زي دي لحد الوقت ده، على فكره ممكن نادي الزمالك يطلع مش واخد البطوله، بس فكره ان انت موجود في المنافسه، ما كنتش متزير جدول الترتيب، ما كنتش بتنافس على الهبوط، ما كنتش لا انت لحد النهارده بتنافس وموجود في المنافسه، وانت المركز الاول.